بيبدأ الفيلم مع بنت جميلة اسمها سندريلا وهي بتتولد، وبتكون نظرة سندريلا للعالم والحاجات اللي حواليها مختلفة عن نظرة الناس العاديين، ومع إنها مش أميرة لكنها بتكون عايشة في مملكتها الخاصة، والمملكة دي بتكون موجودة في الغابة، وبتجيلها أمها وبتسألها إذا كانت لسه معتقدة بأن الحيوانات هيفهموها، وبتقول لها إن هي لازم تكون مديالهم أسماء علشان يفهموها. وبعدها بيرجع أبو سندريلا من السفر، وبتكون سندريلا مفتقدة جدا، فسندريلا بتكون فرحانة جدا وبيفضلوا يرقصوا وهم بيغنوا. وبيجي الليل وأم سندريلا وأبوها بيغنوا لها أغنيتها المفضلة قبل النوم، وأثناء ما هم خارجين من الأوضة بتوع أم سندريلا على الأرض، فبيجي الدكتور وبيكشف عليها، وبعدها بيقول لأبو سندريلا إن حالتها متدهورة وللأسف على وشك إنها تموت. فسندريلا بتدخل وأمها بتطلب منها توعدها إن هي تبقى شجاعة وقلبها طيب، فبتتأثر سندريلا وبتوعدها إن هي تعمل كده، فبتعيط سندريلا وأبوها طول الليل من حزنهم عليها، وبتموت أمها. وبعد فترة بتكبر سندريلا وبتتخطى مرحلة فقدانها لأمها، لكنها بتكون لسه على الوعد اللي وعدته ليها وإنها هتفضل شجاعة وقلبها طيب دايما. وفي يوم بيسألها أبوها إذا كانت فاكرة صديقه فرانسيس اللي اتعرف عليه من فترة أثناء رحلاته، فبتقوله إن هي فاكراه، فبيقول لها إن فرانسيس مات وأرملته ست محترمة. فسندريلا بتفهم إن أبوها بيلمح إن هو عاوز يتجوزها، فبتوافق بما إن ده هيكون سبب سعادته. وتاني يوم بتوصل مرات أبوها ليتي وبناتها الاتنين أنستاسيا ودريزيلا، وبيتريقوا على سندريلا بس هي مش بتتضايق منهم، فبيدخلوا يتفرجوا على البيت. ومس لادي بتقول لجوزها اللي هو أبو سندريلا إن بنته جميلة، فبيقول لها إن هي واخدة كتير من شكل أمها. وبتعدي الأيام وبتكون مس لادي عاملة حفلة في البيت وعازمة فيها كل أصحابها، فبتدخل سندريلا لأبوها وبتقول له إنه فايته كتير في الحفلة، فبيقول لها إن هي حفلة عادية زي أي حفلة، وبيقول لها إنه هيسافر تاني يوم. فسندريلا بتقول له إن هو لسه راجع من السفر وملحقش يقعد معاها، فبيقول لها إن السفر مش بإيده، وبيقول لها تطلب أي حاجة يجيبها لها وهو راجع من السفر زي أنستاسيا ودريزيلا. فبتقول له إن هي عايزة أول غصن يحف فيه أثناء سفره، فبيقول لها إن طلبها ده غريب لكنه بيوعدها إنه هيعمل كده. ومس لادي بتكون معدية بالصدفة فبتسمعهم وهما بيتكلموا، فسندريلا بتقول لأبوها إن هي مفتقدة أمها جدا، فبيقول لها إن روح أمها دايما معاهم في البيت وعلشان كده لازم يحافظوا عليه. وتاني يوم سندريلا بتودع أبوها وهو مسافر، وبتدخل البيت ومس لادي بتاخدها في حضنها وبتقول لها ما تزعلش. وأنستاسيا ودريزيلا بيتخانقوا، ومس لادي بتقول لسندريلا إنهم بيتخانقوا علشان مش متعودين إنهم يناموا في أوضة واحدة، فسندريلا بتقترح عليهم إن هم ممكن ياخدوا أوضتها وهي هتنام في أي مكان تاني. فمس لادي بتشكرها وبتقترح عليها إن هي تنام فوق وتاخد معاها الحاجة دي علشان تسليها. فسندريلا بتطلع فعلا وبتجهز السرير علشان تنام، ولما بتشيل البطانية بتلاقي تحتها مجموعة فيران، وبيكونوا دول أصدقاء سندريلا، وبتكون بتتكلم معاهم عادي. وتاني يوم بتكون سندريلا بتشتغل، ومس لادي بتكون قصدها توقع الطبق علشان سندريلا تشيله، فسندريلا بتشيل الطبق بحسن نية ومش بتكون عارفة إن هي قصده. وسندريلا بتكون دايما مبسوطة لما بتقرا الرسائل اللي أبوها بعتها لها، لحد ما في يوم بيجي المزارع جون للبيت وبيقول لسندريلا إن أبوها مات وساب لها الغصن ده، فسندريلا بتعيط وبتكون منهارة بسبب موت أبوها. أما مس لادي وبناتها بيكونوا عاملين نفسهم زعلانين. وبعد موت أبو سندريلا مس لادي وبناتها بقوا بيعاملوا سندريلا على إن هي الخدامة، وسندريلا بتاكل هي وأصدقائها الفيران من الأكل اللي بيتبقى من مس لادي وبناتها، وبتنام سندريلا جنب النار علشان الجو بيكون برد فوق. وتاني يوم بتصحى سندريلا وبتجهز الفطار وبتحط طبق ليها على السفرة، ومس لادي بتسألها عن الطبق فبتقول لها إن هو بتاعها، فردت عليها وقالت لها إن هي ما ينفعش تاكل معاهم وإن هي المفروض تاكل بعد ما تخلص كل شغلها، وبيستهزئوا بيها وعلى وشها اللي بيكون اسود من الفحم، وده بسبب نومها جنب الدفاية. فسندريلا بتروح للأوضة وبتفضل تبص لنفسها وهي زعلانة، وبتكون متضايقة من معاملة مس لادي وبناتها الاتنين ليها. وبعد شوية بتطلع تركب حصانها وبتجري في الغابة، وفي الوقت ده بيشوفها الأمير كيت وبيكون راكب على حصانه، فبيوقفها وبيسألها إن كانت بخير، فبتقول له إن هي بخير، فبينصحها وبيقول لها إن هي ما ينفعش تدخل لأعماق الغابة لوحدها، فبتقول له إن هي مش لوحدها علشان هو معاها، وبتسأله عن اسمه، فبيقول لها إن اسمه كيت وبيعيش في القصر، فبيسألها عن اسمها، فبتقول له إنه مش مهم اسمها، وبتسأله عن معاملتهم ليه في القصر ومش بتكون عارفة إن هو الأمير، فبيقول لها إنه بيعاملوه كويس، فبيسألها هو عن معاملة أهلها ليها، فبتسكت شوية وبتقول له إنهم بيعاملوها وحش. فكيت بيتأسف لها على الوجع اللي سببه ليها بسبب سؤاله، فبتقول له إن ده مش ذنبه وإن أكيد في ناس حالهم أسوأ من حالها كتير. وفي الوقت ده بينادي عليه الحراس وبيقول لها إن هو بيتمنى إنهم يتقابلوا تاني، فسندريلا بتقول له إن هي كمان بتتمنى ده، وبعدها بيسيبها كيت وبيمشي،
وبيروح للمملكة وبيفضل يحكي لأبوه عن البنت اللي شافها وعجبته. فبيقول له أبوه إن جه الوقت اللي هو لازم يتجوز فيه، علشان كده هيعمل حفلة ويدعو فيها ستات المدينة كلهم. وفي الوقت ده سندريلا بتكون ماشية في السوق، والحارس بينادي بصوت عالي وبيدعو كل نساء المدينة للحفلة اللي عاملها الأمير علشان يختار واحدة منهم كزوجة ليه. فسندريلا هنا وشها بيفرح، وبعدها بترجع للبيت، وميس ليدي بتطلب منها تروح للخياط وتخليه يعمل 3 فساتين فرنسية علشان هم يحضروا حفلة الأمير. فسندريلا بتكون مبسوطة إن ميس ليدي عملت حسابها في فستان وبتشكرها على اهتمامها، ولكنها بتفاجئها وبتقول لها إن الفستان الزيادة ده يبقى ليها هي، وبتقول لها إن هي خدامة وما تستحقش تيجي الحفلة أصلا. وأنستازيا ودريزيلا بيفضلوا يتريقوا عليها، وسندريلا بتكون حزينة ولكنها بتخبي حزنها ده في قلبها. وبنروح في الوقت ده للمملكة، وبيكون الأمير في تدريب للمبارزة، وبعد ما بيخلص بيتكلم مع النقيب وبيحكي له عن البنت الجميلة اللي شافها في الغابة. فالنقيب ده بيقول له إن هي ممكن تحضر الحفلة. فالأمير بيسأله على اللي هيعمله لو حضرت الحفلة فعلا. فبيقول له النقيب إن هو الأمير ومن حقه يختار العروسة اللي تعجبه. فبيقول له إن أبوه والدوق الأكبر مش هيسمحوا له إن هو يتجوز غير أميرة. فبيقول له النقيب إنهم ممكن يغيروا رأيها لو لقوها جميلة وطيبة زي ما هو ما بيقول. وبيجي يوم الحفلة، وأنستازيا ودريزيلا بيفضلوا يتريقوا على سندريلا كالعادة، لكن سندريلا بتروح وبتبدأ تعمل فستانها بنفسها، وأصدقاء الفيران بيكونوا بيساعدوها. وبيجي الليل وميس ليدي وبناتها بيكونوا خارجين علشان يروحوا الحفلة. فبتنزل لهم سندريلا وبتقول لميس ليدي إن هي هتروح الحفلة بالفستان بتاع والدتها واللي هي عدلته بنفسها. فبتقول لها إن هي ما ينفعش تيجي الحفلة معاهم لأن ده هيكون فيه إهانة للشخصيات الكبيرة. وبتقول لها إن ذوق أمها مريب جدا، وبتقطع فستانها هي وبناتها الاتنين، وبتأكد عليها ما تروحش الحفلة، وبتمشي هي وبناتها. فسندريلا بتطلع وبتفضل تعيط وبتتأسف لأمها لأن هي معرفتش تبقى شجاع زي ما وعدتها. ولكن فجأة بتظهر لها الست العجوزة دي وبتطلب منها تساعدها وتجيب لها أي حاجة تاكلها. فسندريلا بتروح تجيب لها أكل، والست العجوزة بتسألها عن سبب حزنها. فبتقول لها إن ده مش مهم، وبتجيب لها لبن تشربه. فبتشرب الست وبتقول لها إن كوباية اللبن دي ملهاش لازمة، ولكن طيبة قلبها هي اللي مدياله أهمية. فسندريلا بتستغرب من كلام الست العجوزة دي اللي بيشبه لكلام أمها. فالعجوزة بتناديها باسمها وبتقول لها إن مفيش وقت وإن هي لازم تستعد بسرعة للحفلة. فسندريلا بتستغرب وبتسألها هي مين. فبتقول لها إن هي العرافة الحورية. فبتقول لها إن العرافات مش موجودين غير في الخيال. فبتقول لها العجوزة إن أمها كانت بتؤمن دايما بيهم، وبتقول لها إن مفيش وقت للكلام ده، وبترمي العصاية بتاعتها في السماء. فبتتحول من عجوزة لشابة. فسندريلا بتكون منبهرة باللي بتشوفه، والعرافة بتقول لها إن هي عايزة فاكهة علشان تحولها لعربية. فسندريلا بتقول لها إن مفيش عندهم غير يقطين. فالعرافة بتقول لها إن هو ده المطلوب، وبيروحوا لغرفة اليقطين، والعرافة بتحول اليقطين لعربية، وكمان بتحول الفيران أصحابها الأحصنة، وبتحول السحليات لمرافقين ليها في العربية، والأوز غز بتحوله لسائق الأحصنة. فسندريلا بتقول لها إن هي مش هينفع تروح الحفلة بالفستان ده. فالعرافة بتقول لها إن هي تغيره 180 درجة، وبتحوله لفستان حلو جدا ولونه أزرق. وبتكون سندريلا رايحة تركب العربية، فالعرافة بتلاحظ الحذاء اللي في رجليها وبتحوله لحذاء زجاجي لكنه بيكون مريح. فسندريلا بتقول لها إن هي خايفة من مرات أبوها وبناتها. فبتقول لها العرافة إن هي هتحاول بقدر الإمكان إن هي تبعدهم عنها. وبتقول لها العرافة قبل ما تمشي إن التعويذة هتخلص بمجرد ما تيجي الساعة 12. فسندريلا بتقول لها إن الوقت ده هيكون كافي، وبتسلم على العرافة وبتمشي. وبنروح للقصر، وهناك بتوصل ميس ليدي وبناتها، وبتبدأ الحفلة. وبتبدأ كل واحدة من بنات المدينة تقدم نفسها للأمير، وميس ليدي بتتقدم هي وبناتها بكل فخر، لكن الأمير مش بيهتم بيهم. وبتوصل سندريلا للقصر، وبتدخل جوه الشرفة المطلة على كل الناس اللي في الحفلة بما فيهم الأمير. فالأمير بيفرح جدا لما بيشوفها، وبيسيب الأميرة اللي كان بيكلمها وبيروح يسلم على سندريلا، وبيطلب منها ترقص معاه أول رقصة في الحفلة. وفعلا بيرقصوا سوا وكل الناس بتكون باصة عليهم، وميس ليدي وبناتها بيكونوا متضايقين جدا ومتغاظين منها، بس مش بيكونوا عارفين ان هي سندريلا. ولكن ليدي بتقول لبناتها ينزلوا يرقصوا علشان الأمير ينتبه ليهم، ولكن الأمير مش بيكون مركز غير مع سندريلا وبس. وبيخلصوا رقص والأمير بياخد سندريلا وبيطلع لأوضته. فسندريلا بتقول له ان هو كان الأمير طول الوقت وما قالهاش. فبيقول لها ان هو كان عاوز يقول لها ولكن خاف ان هي تغير معاملتها معاه. وبياخدها وبيروح لمكانه وبيقول لها ان هو ما خدش حد للمكان ده غيرها. وبيكون الملك والحراس بيدوروا عليه في الوقت ده، وبيدوروا على اسم سندريلا في دفتر الحاضرين لكنهم مش بيلاقوه. وبنرجع للأمير كيت وسندريلا اللي بيقع منها الحذاء بتاعها. فبيلاحظ الأمير ان هو من الإزاز وبيسألها عنه. فبتقول له ان هو حذاء عادي. فبيستأذنها ان هو يلبسه لها. فبيلبسه لها وبيفضل يحكي لها عن ابوه اللي عاوز يجوزه أميرة. وفجأة هنا بيدق جرس منتصف الليل. فسندريلا بتفتكر كلام
كلام العرافة وبتسيب الأمير وبتمشي. وقبل ما تمشي بتقوله إن هي قضت وقت جميل معاه وبتشكره على معاملته ليها، وبتفضل تجري لحد ما بتخبط في الملك بالغلط، وبتقوله إن ابنه إنسان طيب وشجاع وبيحبه جدا. وبتنزل سلالم القلعة والأمير بيجري وراها وبيقع منها الحذاء بتاعها، فبتسيبه وبتركب العربية وبتمشي. فالأمير بيطلب حصانه علشان يلحقها، لكن أبوه الملك بيرفض وبيدق آخر جرس لمنتصف الليل، وبتبدأ كل حاجة ترجع لطبيعتها والأحصنة بترجع لفيران، وحتى فستان سندريلا بيرجع لطبيعته. فسندريلا بتكمل الطريق ماشية هي ومستر غوص، وبتحط الفيران في الحذاء الزجاجي وبترجع البيت وبتخبي فردة الحذاء الزجاجي اللي معاها قبل ما تيجي ميس لادي وبناتها. ولما بيوصلوا البيت بيفضلوا يتكلموا عن البنت اللي سحرت الأمير بجمالها، وبيقولوا عليها إن هي كانت متكبرة ووقحة وعلشان كده الحراس طردوها. فسندريلا مش بتهتم بكلامهم وبتروح تكتب كل حاجة حصلت في الليلة دي مع الأمير. وبنرجع للقصر تاني وبيكون الملك على وشك الموت، وبيطلب من كيتي وعده ان هو يختار البنت اللي قلبه حبها، فبيوعده كيتي ان هو هيعمل كده. وفي الليله دي للاسف بيموت الملك، وبعد فتره بيصدر بيان ان الملك الجديد كيت بيعلن حبه للبنت صاحبه الحذاء الزجاجي، وبيطلب منها ان هي تيجي القصر علشان يتجوزها. وسندريلا بتسمع الكلام ده وبتكون مبسوطه جدا، فبتروح للبيت وبتطلع فوق وبتدور على الحذاء لكنها مش بتلاقيه. وميس ليدي في الوقت ده بتكون فوق ومعاها الحذاء الزجاجي، وسندريلا بتعرف ان ميس ليدي خلاص عرفت ان هي البنت اللي كانت في الحفله، وبتقول لها ان هي هتخليها تتجوز الامير مقابل ان هي تتجوز هي وبناتها من ناس اغنياء. فسندريلا هنا بترفض وبتقول لها ان هي هتعمل اللي تقدر عليه علشان تحمي المملكه والملك منها. فبتتضايق ميس ليدي وبتكسر الحذاء الزجاجي وبتحبس سندريلا في الاوضه، وبتروح ميس ليدي المملكه للدوق وبتوري له الحذاء الزجاجي المكسور، وبتقول له ان الحذاء ده الخادمه عندها في البيت. فبيتفق معاها الدوق ان هو هيخلي ليها منصب هي وبناتها مقابل ان هو يقول للملك ان هي اختفت من المدينه وما يخليش الملك يوصل للبنت دي. وفعلا بيقول للملك ان هي اختفت، لكن الملك بيطلب من الحراس انهم يقيسوا الحذاء الزجاجي ده على كل البنات اللي في المدينه، واللي هيطلع الحذاء مقاسها هتكون هي زوجة الملك. فالحراس بيدخلوا كل بيت وبيقيسوا الحذاء ده على كل البنات، لكنه ما بيطلعش على مقاس اي حد. وبيوصلوا الحراس لبيت ميس ليدي، وبتكون سندريلا مش عارفه انهم تحت في البيت، وبنات ميس ليدي بيقيسوا الحذاء لكنه مش بيطلع مقاسهم. فسندريلا بتفتح الشباك وبتفضل تغني، والحراس بيكونوا خارجين لكنهم بيسمعوا صوت سندريلا. والضابط الشخص اللي الملك بيسألها اذا كان عندها بنت تانية في البيت، ولكن ميس ليدي بتنفي الكلام لكنه بيكون شاكك ان في بنت تانية. وفجأة بيظهر هنا الملك كيت اللي بيكون متنكر في زي الحراس، وبيأمرهم ان هم يفتشوا البيت ويدوروا على البنت اللي بتغني. وفعلا الضابط بيطلع ومعاه ميس ليدي، فبتفتح الباب والضابط بيشوف سندريلا، ولكن ميس ليدي بتقول له ان دي الخدامه. فبيقول لها ان الملك امر ان اي بنت مهما كانت لازم تقيس الحذاء. فسندريلا بتنزل مع الضابط وبتمشي لحد ما بتوصل للأوضة اللي فيها الملك. فالملك بيفرح لما بيشوفها وبيسألها عن اسمها، فبتقول له ان اسمها سندريلا وان هي بنت بسيطة ريفية، وبتقول له ان هي هتقيس الحذاء ولكن بشرط ان هو يقبلها زي ما هي. فبيوافق الملك وبيقول لها ان هو ما عندوش مشكلة، وفعلا سندريلا بتقيس الحذاء وبيطلع مظبوط عليها. وفي الوقت ده انستازيا ودرزيلا بيحترموها لأول مرة وبياخدها الامير وبيكون خارج. فسندريلا بتبص على ميس ليدي بشفقة وبتقول لها ان هي مسامحاها، وفعلا الملك كيت وسندريلا بيتجوزوا وبيعيشوا في سعادة. اما ميس ليدي وبناتها والدوق بيتنفوا بره المدينة بالكامل. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.